السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير إن شاء الله. دائما نبدأ بالصلاة على النبي الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. بالمناسبة تاع الامتحانات يعني اختبارات المصيرية، نتمنى لكل واحد إن شاء الله اجتاز هذا الامتحان ربي ينجحوا إن شاء الله ويفرحوا إن شاء الله ويفرح الأولياء تاعو بإذن الله تعالى، وربي يصلحكم أجمعين إن شاء الله وإيانا. نبداو على بركة الله. جبت لكم هذه الكيفية تاع لامونة وتقدروا تستخرجوا منها البريوش. عندنا هنا بداو على بركة الله، عندنا ملعقة كبيرة معمرة مليح مليح تاع الخميرة، وعندنا نصف كاس تاع السكر اللي هو عبرته فيه 5 ملاعق تاع السكر، يعني 5 مغارف. وعندنا هنا تقريبا ملعقة تاع لافاني، وعندنا مبشور الليمون، وعندنا كاس حليب تياد، يعني سخنوه في الميكرووند ونخلطوا كلش هكذايا بالملعقة ونخلوهم يطلعوا مدة تاع 5 دقائق، نغطوهم ومن بعد نرجعوا ليهم نصيبوها خلاص تفاعلت. وهنا نضيفوا الكاس تاع الماء كذلك يكون تياد، يكون يعني سخون شويه باش تسهل لنا هذيك الخميره باش تطلع. وعندنا نص ملعقه تاع الخميره الكيميائيه، وعندنا 3 مغارف زيت المائده. تبعوا المقادير سوا تخرج لكم ليمونه هايله وتخرج لكم ناجحه. هذه المغرفه الثانيه وهذه الملعقه الثالثه. نخلطوا هكذايا شويه برك ومن بعد نزيدوا الكاس الاول تاع الفارينه تكون مسيره باش يدخل لها الهواء، وإلا كان فيها حشرات ولا حاجه تقعد في الصفايه. هذه الملعقه الكاس الثاني وهذا الكاس الثالث نخلطوا هكذايا. وانا نستعمل الفارينه تاع متعدده الخدمات، يعني هذيك لا مارك تاع المعروفه تاع السيم. هنا الكاس الرابع ونزيدوا القرصه تاع الملح ديروها مع الفارينه، نخلطوا هكذايا بالملعقه. تقدروا تستعملوا يدكم، انا هنا ما حبيتش نستعمل يدي ومن بعد يجي الوقت تاع يدي. شوفوا هنايا مازالها جاريه العجينه. قلنا درنا 4 كيسان تاع الفارينه معمرين مليح، وهذا زدت نصف كاس. دوك هذا النصف كاس نضيفوه غير بشويه ونشوفوا باش نتحكموا فيها باش ما تجيناش ناشفه بزاف، ولا لازم تكون العجينه شويه خفيفه. هنا نرشوا البلون دو طرافاي تاعنا بالفارينه هذاك نص كاس، ونبداو نعجنوا فيها غير بشويه برك. نعجنوا هكذا بالعقل برك، يعني ماشي ما تطلبش مجهود كبير ولا وقت بزاف. راني ضفت كامل هذاك النص المتبقي تاع الفارينه، اسمه هنا دات لنا 4 كيسان ونصف تاع الفارينه. نبداو نديروا لها هكذايا برك نليموها بهذه الطريقه ونخبطوها باش يدخل لها الهواء تخرج لنا خفيفه، وندهنوا الغسيبيون بالزيت ونخلوها تطلع المره الاولى. هذه المره الاولى اللي راح تطلع نديروها بجيه نغطوها. هنا طلعت نكسروا لها هذيك الخميره كما راكم تشوفوا هكذا، كما هو يعني موضح هكذا في الطريقه. هنايا كي طلع لنا المره الاولى نديروا لها 2 ملاعق تاع المارغرين يكونوا معمرين، واللي يحب يدير زبده يدير. هذاك الزيت ضفناه غير مع الاول، بصح في الاخر باش تتعجن بعد ما تطلع المره الاولى نديروا 2 ملاعق تاع الزبده تاع المارغرين. انا راني نشرح لكم غير بالعقل باش تفهموا وتخرج لكم لامونه تاعكم ولا البريوش تاعكم يخرج لكم يفرحكم. نعجنوها هكذايا. انا حبيت نستعمل هكذا يدي يعني بهذه الطريقه باش هذيك لا مارغرين تدخل كامل. ما تخافوهاش الا شفتوها هكذاك تتلاصق خلاص، خاطر درنا لها القيس تاعها تاع الفارينه. ما تخافوهاش، اون فوا تبداو تخدموا فيها بهذه الطريقه تخبطوها هكذايا خلاص تتجمع وتخرج لكم عجينه ما شاء الله. شوفوا هنايا يتجمعت، نعاودوا نخلوها تطلع المره الثانيه. لازم تطلع هكا 2 مرات
نخلوها وهكذاك واحد 5 دقائق حتى ل10 دقائق على حساب الجو. كي نشوفوها طلعت نعاودو ثاني نديروها في السطح العامل. هنايا ما كان له نديرو كامل واسمو الفارينة، ما كان له خلاص العجينة شدت روحها. نخدموها هكذايا بالطول ونقسموها. نتوما لامونة تاعكم خدموها كيما تحبوا ديروها في سنيوة وحدة كومبلي هكذاك، تحبوا ديروها صغار كيما درتها انايا. قسمتها على 3 نخدموهم هكذا. خدموها القيس اللي حبيتو، يعني ما تقيدوش بالميزان، ولا حبيتو ديروها كبيرة في سنيوة وحده، حبيتو ديروها في المستطيلة، تحبوا ديروها في مدورة وحده هكذا، تحبوا تقسموها هكذا كيما درتها انايا هنايا. وهذا الباقي هذايا درت به يعني درت بريوش. دوك تشوفوا كيفاش حليته هكذايا. القيس تاع البريوش تاع واسمو الكرواسون با شوكولا لامونة كامل هذو ما عندهمش يعني ما تقيدوش كيفاش تخدموهم، كيفاش تفصلوهم كيما يحب واحد يدير. شوفوا هنا حليتها هكذايا مستطيلة، قطعتها هكذاك في الوسط كيما شفتوا بهذيك اللوحة هذيك، ودرت لها شوية شوكولا دايبة ذوبتها في الميكرووند، درت لها شوية حليب. بعد ما دهنت السنيوة بلا مارغرين حطيتهم ونخليهم يخمروا على جهة. هنا لامونة تاعنا راهي طلعت. جبت هنا 2 صفار تاع البيض، درت لهم ملعقة صغيرة تاع الحليب، خلطتهم وندهنوا اللامونة تاعنا. والفرن تاعنا راهو يسخن نصف ساعة من قبل، وديروا النار على 150 درجة، 150-160 درجة، ما تزيدوش. انا الفرن تاعي قلتلكم تاع تريسيتي، وكان نقويلو شويه نديرو 180 ولا كلشي تحرق لي، مالا نديرو غير 150 درجة حتى 160، ونشعلو غير من التحت ونخليها في الوسط، نطيبوها من التحت ومن بعد نشعلو لها من الفوق نحمروها. هنايا عند حين نديرو الكريمه تاعنا. عندي هنايا 2 كيسان تاع الحليب، كيسان حليب هذا تاع 220 مليلتر كما تعرفوهم كامل، وعندي 5 ملاعق تاع السكر، 5 مغارف تاع السكر. هنايا اللي الحليب يكون بارد، يعني بارد في بارد، ديروا كلش بارد في بارد. ونزيد 3 ملاعق تاع لا مايزينا تاع النشا. قلت لكم 2 كيسان تاع حليب معمرين مليح، 5 مغارف تاع السكر، 3 مغارف تاع المايزينا. وعندنا هنايا هذا الاكستري تاع البنان، حبيت الريحه تاع البنانايه. وهنايا الاكستري تاع لافاني، وعندنا لافاني ثاني بودره. نخلطوا كلش هكذايا. وزدت هنا هذيك الملون الاصفر، حبيت نديرو شويه برك، درت بزاف، درت القليل جدا، ونديروها على النار متوسطه وحنا نخلطوا، ما تخلوهاش هكذاك وتروحوا. هي على النار وانتم تخلطوا ما تحبسوش كامل حتى تشوفوها بدات دير هذوك الفقاعات وبدات تعقد شويه. شوفوا هنا كيف خرجت، ما شاء الله خرجت ناجحه 100%. هنايا نخلوها تبرد شويه. بعد ما تبرد شويه نغطيوها بالنيلون، هذاك النيلون لازم يلمس هذاك السطح تاع الكريمه تاعنا، ونخلوها ترتاح على جهه. وهنا هاي الكلامونه تاع راهي طابت ما شاء الله. قلتلكم ان الفرن تاعي مالغري هكذا كان نديرو متوسط، بصح شغل يخدعني ما فيش الفرفاره. الا عندكم فرفاره يخرج لكم احسن واحسن. خرجت خفيفه بالبزاف لامونه تاعنا. دوكا نقطعوها هكذا بالسكين. شوفوا هنا نوري لكم القوام تاعها، خرجت خفيفه وماشي معجنه كامل. شوفوا هاي ليك الصوره هي اللي تعبر لكم على نفسها. هنايا راهي هذيك الكريمه تاعنا بردت، نزيد لها 2 ملاعق تاع مارغرين، وإلا عندكم الزبده ديروا زبده احسن، هي اللي صحيه. نخلطوا كامل هكذا هذيك الزبده نخلطوها باش تذوب. يعني هذيك لا كريم ما بردتش مليح، خليتها برك ترتاح. ما درتهاش في الثلاجه، ما ديروش حاجه سخونه في الثلاجه تاعكم خاطر تخسر لكم. خليتها برك هكا على برا. بردت غير شويه برك، زدت لها هذيك لا مارغرين. دوكا نعاود نغطيها ثاني بالنيلون
وهنايا راهي برد ندخلها في الثلاجة، معليش انا ما تغسليش، وكي تبرد شويه هكذاك 5 دقائق ولا نحيها نزيد لها ملعقه تاع لا كريم شونتيي ونخلطوها. هذه هي المرحله الاخيره تاع الكريمه. الكريمه اختياريه، تحبوا ديروها تحبوا لا. هنايا ما كان تعاودوا ترجعوها كامل للثلاجه، خلطوها برك وخلوها تكوتي باش تبداو تعمروا لامونه تاعكم. هنا هاي ليك نبداو نعمروها بسم الله. شوفوها كيفاش ناجحه. نتوما كي تكونوا تخدموا هكذاك في لاكريمه تاعكم على الفرن، الا دارت لكم يعني هذوك الكرابس يعني شغل عقدت لكم حبات، صفيوها في الكسكاس. الكسكاس احسن من الصفايه، الصفايات تعبكم. هنايا شوفوا ما شاء الله حنقسمها لكم، خرجت هايله ما شاء الله. ومنيتي ان شاء الله تجربوها وتخليوا لي في التعليقات باللي جربتوها ونجحت لكم، وبارطاجيوها مع الاحباب تاعكم والاصدقاء، ونقول لي دخلوا كامل جديد نقول لكم مرحبا بكم. الا ما اشتركتوش في القناه ديروا زر الجرس باش يوصلكم جديد، وديروا زر الاعجاب. ودمتم في رعايه الله وحفظه، دمتم اوفياء، مع السلامه.